انا اسراء صالح سوبر ابله. النهارده انا مع اصول ومبسوطه قوي. اوكي، انت اصلا بتحبي العربي من وانت صغيره يعني جدا. شاطره فيه. امسح النوزه، والله هنا اللي هيتعلم لا عربي ولا انجليزي. فاهمه؟ في بقى واحده قديمه جدا اقدم منه اسمها خشب السقف، خشب حبشي. هل انت عارفه الاسامي اللي انا قلتها دي؟ انا عارفه الخبيزه. او مثلا حد يقول لا والله طيب انا مكان بعيد، ودي خدمه مجانيه تماما، انه الحلقات احنا بنحطها على اليوتيوب الناس بتتفرج عليها. طيب احنا عايزين بقى نتكلم اكتر عن تجربه شارك تانك. قولي لي ايه اللي خلاكي تحسي ان انت عايزه تروحي هناك؟ عشان انا شايفه ان ده بيزنس ومحتاج تمويل، خاصه ان التكلفه بتاعه التطبيقات تكلفه عاليه جدا، حتى على الرغم من وجود حاجات بقت بتسهل ان التطبيقات تطلع للنور زي الاي اي وكده. بلس كمان البرنامج فرصه جميله جدا للاكسبوجر او للانتشار. طب كان ايه احساسك لما ايمن عباس اداكي اوفر من غير ما يسمع اي حاجه؟ لا كنت مبسوطه وبشوف كان شكلي اهطل ازاي. ربنا يخليكم، عماله اشحت وبتاع. بجد كانت صراحه اكيد لحظه لذيذه جدا يعني. لا كنت مبسوطه طبعا الحمد لله يعني. طيب لما احمد السويدي قالك انه شايف ان الموضوع متلخبط وانك محتاجه تركزي على حاجه واحده، انت حسيتي فعلا ان هو ممكن يبقى عنده حق وقتها ولا؟ لا وقتها في لحظتها ما كنتش مهتمه باي حاجه غير ان انا اخلص اليوم ده عشان ستريس قوي. بعد كده لما قعدت اتفرج على الحلقه للمره المليار، انا اتفرجت عليها كتير جدا وكنت بقعد اطلع طب يا ريتني كنت عملت كذا هنا وهكذا. لا لقيت ان هو عنده حق طبعا. ساعات صاحب البيزنس بيبقى متحمس قوي الفكره بتاعته وواخداه الجلاله بحيث ان هو يبقى مصدق انا صح وده بتاع عامل كده. بس انا بعتقد انه اللي بيفرق حد عايز يتطور عن حد مش عايز يتطور انه السمع، انت تسمعي. يعني اي جمله تتقالك انت محتاجه تحلليها. تشوفي هي جايه منين، سبيشلي لو نصيحه في الشغل. بالظبط. يعني هو مش بيقول لي مثلا والله انا حاجة شايف شخصية كل يعني. ملوخيه، فاهم؟ لا قلت له حاجه في الشغل. ماشي، بتقيسي بقى ازاي تأثير سوبر أبلة على الأطفال؟ بنقيس تاثير سوبر ابل على الاطفال بان احنا اصلا كنا جربناها يعني قبل ما المشروع يطلع كشكل بيزنس. كنت جربت المنهج اللي انا عملته ده على حوالي 1000 طفل، فكان مطلع نتائج معينه. النتائج دي من ضمنها انه الطفل في حوالي سمستر واحد اللي هو 3 شهور بيقدر يقرا ويكتب جمله مكونه من 3 كلمات ل4 كلمات. فبنقيس بالمعرفه، بمعرفه يعني المفروض ان في الوحده الاولى مثلا يكون الطفل عارف عدد معين من الكلمات، يكون قدر بسبب انه حصل وادرك الاصوات دي الحروف دي يكون بيقدر يقرا. فبنقيسها في الاسسمنت بعد كل وحده، هل حققت النتائج المرجوه؟ لا ما حققتش، طب احنا محتاجين نشتغل على ايه؟ وهكذا. ايه التحديات اللي بتواجهك لما بتحبي تطوري في المشروع بتاعك؟ كان اكبر تحدي اني مش عارفه انقل اللي في دماغي لحد عشان يشتغل معايا. بس في البيزنس دي حاجه خطر جدا، لان الفرق ما بين الشركات وطابونه العيش الطابونه العيش عمره ما بيطلع عدل غير لو المعلم قاعد. اوكي. انما الشركه انك ممكن تسافري او تمشي وحطيتي سيستم في ناس قادره تبني عليه، فانت موجوده او مش موجوده هي فاهمه انت بتعملي ايه. فما كانش في وتيره واضحه حتى لطريقه كتابه المحتوى اللي ينفع لما اجيب حد اقول له يا عم خد 10 حلقات اهي ذاكرها شوف انت هتطلع ايه. فدايما بيبقى في مشكله لغايه لما بدانا نمشي على ستراكشر معين، والاستراكشر ده بقى انا مثلا الفقره دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه والحته دي بتتعمل بطريقه يعني وهكذا. طب انتي قدرتي تتخطي التحدي ده ولا لسه بتحاولي؟ احسن بكتير، بس انا نفسي محتاجه اتطور اكتر عشان اعرف اوصل لستراكشر اوضح. لو انتي حبيتي توسعي النطاق بتاع سوبر أبلة ده ممكن يشمل فئات عمرية مختلفة؟ مش متخيله، مع اني ساعات بالذات على التيك توك بلاقي ناس بتبعت لي تقول لي ايه ده ليه كنت المدرسه بتاعتي وبتاع، فبرد عليهم بقول له طب لو انت عندك مشكله في حاجه في النحو ابعت لي وهبقى اعمل لك فيديو. انا بحب النحو قوي يعني، ممكن ابقى اشرحه بنفس الطريقه، بس مش متخيل يعني ما جربتش، بس عندي فضول اجرب خد التجربه يعني تين ايجرز مش حاسه الموضوع هيبقى، انا حاسه الموضوع هيبقى اصعب بصراحه. لا انا جربت ادرس في فتره من حياتي تينيجرز بس انا ما بحبهمش. ما بالظبط انا عشان كده. يعني هي مش المشكله في المشكله عندي انا ما بطيقهمش، فاهم؟ انت كده فاهم؟ بصراحه صعبين. هم على فكره شبهي، يعني انا كنت تينيجر غلس، عارفه لما بيكون في ام عندها طفل شبهها بالظبط بتبقى اكتر عيل مش طايقاه. انا بحس الفتره اصلا دي كلنا بنبقى باردين فيها. بس جدا جدا.
وانا مش خلق. طيب انت ممكن تتعاوني مع مؤسسات ثقافيه تعليميه يعني عشان تدعم المشروع بتاعك؟ جربتي ولا؟ والله انا دايما عندي استعداد للتعاون مع اي حد، وعمر ما حد يعني طلب مني ان انا اتعاون معاه وانا رفضت، فما عنديش موانع يعني تمنع ده. طيب اخر سؤال بعد كده هنلعب الكارد جيم. اوكي ماشي. ايه الهدف الاساسي اللي نفسك تحققيه من سوبر اب؟ هدف عام لصالح المشروع. لا مش للبيزنس. بالنسبه لك بتقولي إن دي انت حاجة شخصي؟ أنت بتحبيها. باشا يعني انت ده الباشا، انت ايه اللي انت النقطه اللي لما توصلي لها آه. تحسي ان انت كل ما بتشهر اكتر ده بيرضي الايجو بتاعي يعني. طيب اوكي احنا عندنا كارد جيم بتخص مصر عامه، بتخص الثقافه، بنسال فيها اسئله عن السينما، عن اللغه، عن امثال قديمه. ربنا يستر. اصلك ما حسناش شتمت. انا كانت جايه بالطريقه دي. ايه ايه معنى المثل ده؟ اللي فاتك بليله ايه ده؟ اصل انا قلت بقى ده عاميه، واللي فاتك اوكي، اللي فاتك بليله فاتك بحيله، دي شبه اللي اكبر منك بسنه يعرف عنك مش عارف ايه. اللي فاتك بليله فاتك بحيله. طبعا انا اول مره اسمعه وباين جدا يا جماعه الجهل. هلو. ماشي اوكي. ايوه محتاج اعمل سوبر اولى فعلا. بس ايه ده مثلا ده من انهي منطقه في مصر؟ لا مش عارفه بس هو قديم قوي يعني، ماما بس اللي كانت عارفاه. ماما بس اللي كانت عارفاه جايبه لي انا. ماشي اوكي. الجمل ما يشوفش حدبته. ده شكله كده زي اللي هو يعني ما حدش بيشوف ان هو عنده مشكله. ايوه صح. اه اللي فيه عيب يعني مش بيشوفه. ايوه اوكي باين. الحدب اللي هو السنم بتاع الجمل. ماشي برضه اول مره اسمعه. ده ايه يا جماعه الامثال دي؟ في امثال العاديه دي اللي... لا بنجيب الحاجات الصعبه. دي سهله دي. الحلفان على المليان غرمه، يعني انا فاهماه بس برضه اول مره اسمعه. انك تحلف على حد معاه فلوس يعني تغرمه تدفع فلوس. الحلفان على يعني انت مثلا لو قدامك مثلا كوبايه ميه مليانه وقلت والله مليان، يعني انت ما تحلفش على حاجه هي اصلا واضحه للناس. اوكي ماشي انترستنج لذيذ. دي حلوه دي. ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. ايوه. دي بقى شبه ان انا لسه من شويه متهزقه في الشارع، شفت عيلين بيضربوا بعض مقطعين بعض، يا ابني الهبل ده. فرح لي هو اللي رامي نفسه في الارض وعاجبه على فكره، مش انت عاجبك يا ابني؟ حتى لو عاجبه ايه العبط ده؟ هو ده منون اللي هو ما تهزقش نفسك في الاخر ده تطلع الغلطان. في اغنيه الجيره والعشره لمحمد منير. زمانه ماشي بخطوه يضم، زمنها كبرت وبقيت ايه معنى خطوه يضم رجله يعني في خطوات بتيجي على بعض؟ ده تخيلي انا شخصي. لا خطوه دي شكلها زي شجر المسترح كده اللي هي هتبقى الموز طرح في الاخر. لا خطوه ضم دي حاجه في الجيش، يعني خطوه بيمشوها في الجيش يعني. يا صلاة النبي. يعني هو اصلا ما اتجوزوش، انت عارفه ان في الاخر هم ما اتجوزوش؟ مالهم ما اتجوزوا؟ انا بسمع الاغنيه عشان انبسط. ايه ده انا مأذون؟ انا كنت فاكراها قصه يعني اغنيه سعيده طلعت حزينه اصلا. يا بنتي انا عمري اصلا ما سمعت الكلام الاغنيه، يعني بسمع انا اللحن عاجبك؟ لا انا كل الاغاني بالنسبه لي هي كلها كده. انا مثلا مثلا كنت فاكراها شجره المصطفى اصلا. مصطفى. قعدت كتير جدا. ده اصعب حاجه، ده اصعب تحليل. يعني ما ايوه حد يقولها زي سعدنا بيها كده. انا من المدرسه دي بس. تمام جدا، شكرا على التهزيء ده. لا بس بجد اللعبه حلوه قوي بجد. ايه ده انا عايزه العب تاني. على فكره معانا حاجات تانية. ايه ده بجد؟ طب ربنا يستر. صفر. لا هنقي لك اسئله لذيذه والله. هنلاقي حاجات لذيذه. هسألك اسئله في السينما شويه. ربنا يستر. ممكن بقى اسالك على اغاني جديده. لا يا ستي انا اخر ما بسمعش غير كاظم الساهر. عامه بحب. فانا بعيد قوي. خلاص انا اي حاجه جديده تلاقيها مع. طب بقول لك ايه، يعني مثلا ولاد اخويا بيسمعوا واحد كده اسمه مروان بابلو، انا والله عارف شكله. واحد كده. دي سهله دي. ايوه صوته بيبقى اغنيه اهو ده اللي صار تصنف كاغنيه سياسيه رومانسيه دينيه. لا سياسيه طبعا. سيد درويش. وقت السحور كان في عاده رمضانيه زي المسحراتي، بائع مسحراتي بيبيع حاجه راجل شحات لا بطلع. كانت عاده حد بيعمل نفس الحاجه بس مش مسحراتي، كان بيجي زبادي عرقسوس فول. هتوقع عرقسوس ان البتاع اللي بتعمل تشك تشك دي. لا بس الزبادي. فاتي. كان زمان الناس الزبادي كان بيعدي عليهم بيديهم علب فخار فيها زبادي وبيلم الفارغ منها. بجد؟ اه طبعا انا يعني ذكرياتي على المسحراتي اللي هو الراجل اللي بنبص من الشباك او البلكونه كنا متخانقين مثلا مع جارنا فنقول له قول حازم يا وحش. هو ده ذكرياتي يعني تناحه مش اكتر.
ايه معنى المثل ده؟ الرمد اهون من العمى. الرمد ده اللي هو الرمد، اللي هو بتبقى مرض في العيون، حتى اسمه دكتور عيون ورمد. صح، انا كنت عارفه الموضوع ده. فانه اهون من انك تتعمي، يعني هي زي نص اللي مش عارف ايه ولا العمى كله. أيوة. نزلة سمان. دي اغنيه بقى جديده موت. ايه نزلة السمان؟ مش دي منطقة في الهرم؟ لا دي اغنيه. اوكي، هبان قوي انها ست ميلينيال مسنه وبحقن في ركبي وشعر ابيض. اغنيه صعبه بقى. ايه معنى بكبر هلاهيل دلوقتي بقى ليهم شفه؟ ايه اللغه دي؟ اللي هو يعني بيكبر من الناس اصلا، يعني ملهاش صوت عمل بقى، قيمة من الناس دلوقتي كده يعني. عمالين يتكلموا بقى يا سلام. اوكي، ايه معنى المثل ده؟ حمار موالف ولا حصان شارد؟ اوكي، ما انا اول مره اسمعه برضه بس فهمته. يعني حمار فاهمك وعارفك احسن ما يبقى حد عنده امكانيات اكبر وينفض لك وماشي منك كده شاطره. صح. تفتكري الامثال دي تين ايجرز يعرفوا يفهموها؟ يعني على اللي انت عايزاه. لا انا متاكده عامه. يعني والله ولا حتى تينيجرز، يعني متهيألي حد يكون لو جبت حد مواليد 97 مش مش هيجيبها. هيفهمها. عامة احنا لعبناها فعلا مع ناس من اواخر التسعينات برضو ما كانوش عارفين يقروا. والله العظيم ما كانوش عارفين يقروا بجد الكلام المكتوب. انا مش قصدي اضايقك بس لا لا انا عارفه. احنا كمان اتضايقنا وقتها. يعني هو اصلا الاحصائيات بتقول حاجات مرعبه، يعني بتقول ان 57% من الاطفال في الوطن العربي كله ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا بما يتناسب مع فئتهم العمريه في المرحله الابتدائيه، الكلام ده في 2016. والنسبه دي في مصر 75%.9، والعينه دي اتاخدت من 6000 طالب بواقع 120 مدرسه من مختلف القطاعات بقى، ناشونال على انترناشونال على مش عارف ايه وهكذا. يعني مثلا النهارده كنت قاعده مع بنت واحده صاحبتي، هي في الجامعه بس بتدرس في انجلترا، فبتقول كده بالظبط: واو انا كنت مبسوطه قوي ان في سابواي في مانشستر. قلت لها ما في سابواي في مصر. قالت لي بس انا عمري ما ركبت مواصلات في مصر. اوكي. واللي زيها كتير، يعني في اجيال كامله هي اتخلقت انها بابلد. ما هو ده هيعرف الكلام ده منين وهو بيحتكش بالطبقات؟ هو بالنسبه له الفقراء هو السواق، هو السكيورتي اللي في النادي. والله تلاقي اصلا حتى ما يعرفش يعني ايه تبرج يعني. على فكره هو ده فعلا راجع لفكره الطبقيه. يعني انا بحس ان ده طبقيه، ان بس الطبقيه بقى مش فكره بس بقى فلوس، لا ده كمان في اللغه. يعني انا والله العظيم في حد عنده 24 سنه استغرب ان انا مش بعرف اكتب فرانكو. قال لي يعني ايه بتكتبي على الواتساب عربي؟ يعني ايه؟ ما بتعرفيش تكتبي فرانكو؟ لا انا مش بعرف اكتب فرانكو، بعرف اكتب عربي. ايه مش بحب اكتب فرانكو، بحب لا العربي. مش بتحبي، بس اي حد يعرف يكتبه ده انت. بس انا ما بحبوش، يعني بحسه لا حاجه انا كمان ما مايعة. بحبوش، بس يعني بس لما بعرف اقراها. انا بحب اقراه بس انا ما بحبوش، فاهمه قصدي؟ بحس ان انا يعني لا اكتب عربي عادي يعني. فبالنسبه له بتكتبي عربي على الواتساب يا بيئه. بيئه فعلا بالنسبه له بالظبط. الله فلاح فعلا، هو ولا بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم عربي، يعني انت كده فلاح. بالظبط. الله يسترك. العفو العفو.